نرجع ناخذ تفاصيل. عارف فين؟ اقسم بالله العظيم انه وحشتني والله. خلينا نكمل. اسمع. شكرا لك بزاف. وانا شكرا لك تانا، كان شكرك بزاف. بعد هذا الشيء اللي درتوا لي هنيئا لكم، هنيئا لكم. صحيح. تهم اللي هي تحريض على الدعارة والسرقة. كب هنيئا لنا. وبركة من الكذوب على الرأي العام. 100%. كنوجه لك الكلام انت. وانا كان سمعك وانا خارج معاكم لايف وخليها تكمل. ام البنات. وي. هضر معاك انت. كبير في العمر. اش غتقول لبناتك ملي غيكبروا؟ شنو غتقول لهم؟ يس. شنو والله. كنتي بالك تغني تركب في الخلخال في عشاء العمل، فكرتي شي بنات ما جاوش بين عينيك. على فكرة انا عمرني قلت لي ما تمشيش تشوف مرات تنقول ليه سير شوف بوالك. انا الا ما نقدرش نسافر انت تقدر تسافر، سير جيب لي معاك اغراض انا محتاجهم. المطعم ديالو سير. اردن قريبه. البحرين ماشي الاردن. تخرج سير. غتبغي تقول لي انه انا خايف عليك؟ ليك السي انا راه داكشي في النقد وعاسير ما غيوقع ليا والو. هل كانت الغايه انه كتسنى انه النقد يخرج باش تهز البنات وتمشي بحالك؟ لا والله الغاية كانت انه لانه نبقى معاك لاخر دقيقة. باش دخلتي المرافقه لدارك ولا كاين بزاف الشكوك وعلامات استفهام. بعد حباتي انا خليها تكمل. ها هو العطر اللي كانت كتهدر عليه اللي قيمته 13,000 درهم. اوكي. والخلخال، ها هو الخلخال باش كلكم انتم تشوفوا موجود. هذا الخلخال كنت جايبوا ليها هدية صلح، مع الأسف هم بجوج موجودين. ما عرفت انا شنو هما الحوايج اللي كتهدر عليهم. انا اسمحوا لي لان الدار عندي شويه اب اند داون. سمعنا كلياتنا اليوم ام البنات، سمعتها وانا فرحان، سمعتها لانه انا من الناس اللي بالصح كنت نتمنى انه تجي تهدر معي نيشان ما ندخلش في التفاصيل وتقول لي هذا الكلام. ولكن انت غلط في غلط. اوكي. ولكن مجرد انك انا بعد ما سمعت اليوم اللايف ديالها تاكدت انه هي قسما بالله العظيم انه مسكينه. اقسم بعزه جلال الله انه مسكينه، وانك انتيا بالصح بقيتي فيا. واتمنى انه شي واحد دابا من اللي جالس معاك يقول لك انه الترك خارج لايف وكيهدر معاك. اوكي. وشي واحد من اللي جالس معاك دنيا خليه يوريهم الفيديو ان انا خارج كنهدر معاك، لانه احنا مع الاسف ما قدرنا عمرنا بحياتنا نهدروا مع بعض فاس تو فاس ونواجه مشاكلنا مع بعض فاس تو فاس. اوكي. دنيا عرفوا ها هي بدات كتعرف انه انا موجود لايف. اورايت. قصتها جميله، قصتها كأي امرأة مغربية معاها الحق مليار في المية انه معاها الحق انه تطيق كل اللي ورد في هذا السيناريو من قصص. احنا هدرنا هذاك اليوم وانا وعدتكم انه ما نخرجش لايف، ولكن انا من اللي كنشوف ام بناتي خارجة بحرقة قلب وكتبكي، لا خاصنا نخرج، خاصنا نتكلم، خاصنا نفهمها امور يمكن هي ما فهمهاش. فيديو اسمحوا لي غادي نكمل. اوكي. ناس نرجع للسيناريو باختصار مفيد، لان الموضوع بزاف خد عن حده. وانا الزوجة ام بناتي العاقله مفروض اللي انا اليوم فرحت بزاف، ترى راه ما تزعلش من اللايف ديالها،
عرفت انها محروقه، لانه بالصح كتبغي وكتعرف انه راجلها ما كيديرش هذا الشيء. ومن اللي راجلك خرج رافع راسه فوق خاصك تفرحي ما تزعليش، انا ما ثبتتش على الخيانه الزوجيه. ولكن المتابعه وهي كاينه، وقلتها انا. شنو هي المتابعه ديالي؟ التحريض على الدعاره، بند من البنود انك انت دخلت شي حد عندك الدار ما كتعرفوش، حق. وهذا موجود عندكم في القانون وفي الدستور ديالكم، وهذا الشيء كنحترمه. وقلت لكم انا كنحترم الدستور المغربي، لانه هذا خطا انا نعاقب عليه، انا كشخص كنعاقب عليه. ولكن لو انت كنت في بلاصتي دنيا قاعد تقولي نفس الكلام. اذا واحد قال لك بنجيب صديق او صديقه او وات ايفر عنا يتعشوا، ما عمرنا احنا قلنا لا لشي حد، واتحداك تنكري. خطأ يس صح، عندي خطأ واحد اللي هو انا عندي مشاكل في وقت حالي ما كانش خاصني ندير هذه. ولكن مثل ما انت تحت الفخر انا بحالك تحت الفخر، مثل ما انت دايره راسك انك انت ذكيه وياس وحصلت على رجلي، في نفس الوقت خاصك تعرفي انت واهلك كاملين ضحك عليهم. اجي نختم عقلنا غير كيف صغيره، علاش نمشي بعيد؟ كاينين العساسه والكونسرجات اللي لتحت، وكاينين الناس بزاف اللي لتحت موجودين كلهم شهدوا انه كلكم كنتوا كتنتظروا تحت شي لقطه من الساعه 2:30 تقريبا الفجر. هذاك من اللي وحل، من اللي هذيك السيده مشات بحالها معاه بعد ما قضوا هنا ساعه وربع. والحمد لله الفيديو في شي يوم من الايام يا رب انه يخرج في الاعلام وكل شي يشوفه. راجلك كان بعيد عن السيده ولا نلبسها حوايجك، واصلا ما كيخلي التحدي يقيس حوايجكم. لانه انا اللي هو زوجك اللي واقف قدامك دابا كيهدر، الزوج ديالك اللي واقف كيهدر، ابو بناتك ما يقدرش يهز شي حاجه ويحطها لانه قلبه كيضره، مش على قبل شي حاجه. لانه انا بالنسبه لي كنتوا غاديين بحال كنت تتعشوا عند دار الاهل ديالكم وراجعين، وانا كنقول وباقي كنقول دار باقا مفتوحه، في يوم من الايام كلكم غادي ترجعوا كنتوا. ولكن مع الاسف من اللي وصلنا لواحد المرحله انه يستغفل فينا واحد من مواليد 2003 ولا 2004 ولا قد وليداتنا، واللي انت الصدمه الكبرى ديالك انه واحده بحال عمر حالة اصغر من حالة اكبر منها باغي قذاره المخ، يعني القذاره ديال المخ ما عرفتش كيفاش والله عيب انه نقول، اقسم بالله عيب 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 نقول اصلا التفكير يخطر في البال. 10 مرات اتصالات، صحيح؟ عارف انا يمكن كانت 10 مرات، بس يمكن انا كان صدقك، لانه هو واحد الفتره من اللي كنا جالسين على الطابله باش احنا شويه نصور الفيديو بطريقه فكاهيه شويه اكثر عشان تعرف انت مدى الذكاء ديالك. اوكي، بثلاثه جالسين، انا هنا، هو كان هنا، هذيك السيده كانت هنا، العشاء محطوط على الطاوله، ناض سي ترك العبقري يدردك تاك 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 تيمشي تيوصل عزكم الله واكرمكم كاملين، اتولي تغسل يديه ويرجع
طاك 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 طاك. نسمحوا لي ما نقدرش نصور للدار شويه لانه قلت لكم. ويرجع سي الترك الذكي زياده عن اللزوم للبلاصه ديالو. وين يوضو البروفيسور مونكلي ينقز تا هو باغي يغسل يديه. هنا بهذه الدقيقة الشعب كامل اللي كيشوفني دابا جاله ابيل. شنو دار؟ وي ماما كي دايرة؟ بخير؟ لاباس عليك هانية؟ لا احنا بخير، احنا كنتعشاو وبدا كيدير لك هكا ويمشي لك للارض هكا كيترعد. وفي بلاصة ما يرجع لبلاصته باش يثبت لك انه راجلك كيدير شي حاجة، ابرك في هذا الكرسي اللي انا بارك فيه دابا ودار لك. هو الفيديو يا جماعة. تخيلوا التور جالس هنا. شنو قلت لي انا؟ سمعتي ولا ما سمعتيش؟ اجي بروك في بلاصتك. اجي شنو؟ بروك في بلاصتك. هي كاين عندك انت التسجيل. وسد عليك الفيديو ورجع في بلاصته وكل الماكله ديالو. تحدثنا شويه وقبضوا هذا الباب مع الساعه 12:30 1 الا ربع. باي باي وخرجوا. سوارة الدار معاه. راجلك على بيت ناس كما العادة. خلى بلاصتو وتسد عليه الباب ومشى. تابع هذاك السيد باش تفهمي وسمعي مزيان. سمعي هادي حليها مزيان. بركة من الهبال اللي في مخكم. وحل فهمي وحل. انا دابا معيط على السيده وجايتني من الفنادق واهلها اللي جايين من كازا واهلها اللي ما عرف شنو. ناري قفرت على راسي. شنو خصني ندير؟ ركزي معاي وانت الوحيده اللي عارفه هذا الشيء. ودابا غير الكل يعرفه دامك انت باغا تخلي العالم كله يعرف الموضوع. بعد مرور نص ساعه طبعا راجلك كالعاده ديالو كيطفي الضواو ديالو انه ما كيحملش الضواو. سمحوا لي بس خصني نمثل لكم الموقف باش تفهموا، باش واحد يقدر يفهم. سوارة الدار عنده. السلام عليكم. غادي يدخل ليها الدار بعد نص ساعة يعيط لها ابيل فيديو اخر يقول لها دنيا ها هو الباب ديال راجلك مسدود وشوفيني. غادي يشعل لها هذا الضوء على حسب المعطيات اللي عندنا وغيقول لها هاني جالس في الصالة بوحدي وهم الداخل. كتقول له دنيا وادخل عليها ومريني. يقولها لا خايف يقتلني. هو كيتوسوس. وهو عارفني انه انا من الناس اللي بعد الصدمة اللي انا فيها كان اخذ واحد نوع من الحبوب اللي باش ننعس. وغادي ندخل لكم داخل البيت ونوريكم كل شيء. غيجي يحللها الثلاجة. شوفي راهو راجلك عنده شراب. ويلي راجلي عنده شراب. اها سد. شوفي انا ما نقدرش نطلع صوت حيت ما خاص ما يسمعونيش. صافي يلا اخرج بحالك انت من الدار. وبحال الحرامية غادي يحل الباب وغادي يخرج.
مرة أخرى وسد الباب. هنا 3:30 2:30 ما أعرف شحال كانت الساعة بالضبط. 5:30 باش نرجع هنا. 5:30 كيدخل الحبيب عليا في الواتساب. كيدخل عليا الحبيب في الواتساب مصفط لي صورة الشلاضة كياكل الشلاضة مع 5:30. وهذا الشيء موجود عند الشرطة القضائية. طبعا هنا في هذه الفترة باش تكونوا انتم عارفين اختي ابتسام وعمي وكلهم صاروا لتحت. دابا هو باش يكمل وباش ما يبينش لهم انه انا باقي على تواصل معايا وما يبينش لي انه هو على تواصل معه في نفس الوقت كيصور لي شلاضة. وانا في فويس موجود وراح انزله لكم تسمعوه كلكم بودنيكم. ايش نقول لي؟ من اللي جدار سد معك الباب بالساقطة. يعني انسان نقول نمشي في نفس السيناريو مع شي وحدة في دار. هذه يعطي واحد الساروت ياك صعيبة والله ما كتدخلش العقل. ورا رتبوا المعطيات قلت لك. ما كلمهاش اقسم بالله العظيم ما كلمها لانه هو اذكى مني ومنها. برهوش تخيلي قدر يضحك على واحد وصل عمره قريب 50 وانت وصلتي في قريب 30 عام. برهوش وانت اصلا من الفانز ديالك. تيجي لعندي بعد ما جات الله يعطيهم الصحة الافراد وقربلوا الدار